السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. البقاء لله بعد دخوله في غيبوبة لأكثر من شهر. الفنان محمد الغاوي يغادر إلى دار البقاء وبكل حرقة. هذا ما قالته الفنانة دنيا بوطازوت. إليكم التفاصيل. توفي الفنان محمد الغاوي اليوم السبت عن سن يناهز 67 عاما بالمستشفى العسكري بمدينة الرباط. وأكد الفنان عبد العالي الغاوي في اتصال هاتفي مع جريدة إلكترونية خبر وفاة شقيقه محمد الغاوي الذي كان يرقد بقسم العناية المركزة في المستشفى العسكري منذ أكثر من شهر نتيجة تعرضه لنزيف في المخ. وكان الراحل محمد الغاوي قد نقل في أواخر شهر دجنبر الماضي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة الرباط على إثر تعرضه لنزيف داخلي في المخ، حيث أجرى الغاوي عملية جراحية دقيقة امتدت لحوالي 4 ساعات. ويشار إلى أن آخر ظهور للفنان المغربي محمد الغاوي خلال جنازة المخرج الراحل محمد عاطفي رفقة كل من الإخوة رشيد وهشام الوالي. وبكل حزن، الفنانة دنيا بوطازوت نشرت صورة للراحل محمد الغاوي أرفقتها بتعليق جاء فيه: أقسم بالله لا أصدق خبر رحيل الفنان الكبير سيدي محمد الغاوي الذي أكن له أنا وعائلتي كل التقدير، الإنسان الطيب الذي شرفني بحضور زفافي. شكرا لك أيها الغالي، أحترمك وأقدرك وسأدعو لك بالرحمة ما حييت، لأنك أسعدتني في أكبر ليلة في عمري. الله يرحمك وينير قبرك يا رب يا سيدي محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. دعيو معاه عفاكم، والله قلبي ضرني عليه بزاف. فإنا لله وإنا إليه راجعون. تعازينا الحارة العائلة ديالو وليداتو، الله يرزقهم الصبر والسلوان. وتعازينا الحارة الفنان عبد العالي الغاوي في الأخ ديالو، الله يصبرهم والله يجعل محبته صبر. ودعواتكم مع خوتي بالرحمة والمغفرة. الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين، والله يثبتوا عند السؤال ويجعل مأواه الجنة إن شاء الله يا رب. فهنا خوتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.